في ناس كانت بتنزّل فيديوهات وبتقف عند ال1000 مشاهدة، وناس تانية بتنزّل فيديوهات وبتكسر ال10.000.000 مشاهدة. النهارده هاقول لك على السر اللي ما حدش قاله لك قبل كده. أنا كنت فاكر فيديوهات مش بتعدّي ال1000 مشاهدة، كنت فاكر المشكلة في الكاميرا، أو كنت فاكر المشكلة في الصوت، أو كنت فاكر المشكلة في الصورة المصغّرة. المشكلة كانت في حاجة تانية خالص. هاقول لك على 3 أسباب هتعرفهم، وهُم دول 3 أسباب أهم حاجة في الفيديو كلّه. تمام. اللي بيقول لك الصورة المصغّرة مش بتزوّد الفيديو أو بتعمل نسبة النقل عالية أو كده، أقول له لأ، الصورة المصغّرة أهم حاجة في الفيديو. يا دوبك الصورة المصغّرة بتدّي 40% من الفيديو لفهم خوارزمية اليوتيوب. طبعًا أول حاجة أنت بتعملها، بتعمل الصورة المصغّرة بتاعتك، بتعمل العنوان. يعني الصورة مصغّرة على الكلام اللي أنت بتقوله دلوقتي. يعني أنا دلوقتي باتكلم عن 4000 ساعة باخش أعمل صورة مصغّرة ال4000 ساعة، مش باعمل طبخ وgaming والكلام دوّة. طبعًا يا جماعة أنا عندي قناة فيها 88,000 مشترك، فدي القناة بتاعتي لسه فيها 17 مشترك، فلسه بادئ على اليوتيوب للتعليم، لكن أنا كنت شغّال حاجات تانية خالص. النهارده يا جماعة أنا جاي أقول لكم اعمل صورة قبل الفيديو. بعد ما تعمل الصورة قبل الفيديو اسأل نفسك أنا شُفت الصورة دي، لو أنا شُفت الصورة دي هادوس عليها والّا لأ؟ يعني أنت لو حطيت نفسك كمشاهد هتدوس عليها والّا لأ؟ وما تقلدش حد، وعايزك تفهم الفيديو نجح والّا لأ. كل فيديو تقريبًا مش امتحان. لو أنت طبّقت اللي أنا قُلته دوّة مش هتُقف عند ال1000 مشاهدة تاني، هتعدّي ال10.000.000 بمراحل. بعد ما عملت الصورة المصغّرة، عملت العنوان، كتبت فيه الكلمات المفتاحية بتاعتك. طبعًا أنت بتخش على ChatGPT بتقول له أنا عايز كلمات مفتاحية للفيديو، عايز هاشتاجات بتقول لChatGPT أنا عايز دلوقتي بُص، ChatGPT دلوقتي بقى سهل بطريقة، ادّي له أي حاجة وهو هيقول لك. يعني يا جماعة أنا عايزكم تشتغلوا صح. أنت عملت الصورة المصغّرة زي اللي أنت شايفها من برّه على الفيديو عندي، دي أنا باعملها بالذكاء الاصطناعي، مش تعبان. كنت الأول باخش على برنامج Canva وأعمل الصورة مصغّرة وأكتب عليها لأ، دلوقتي أنا بقيت باعمل script أدّيه لChatGPT، هو في ثانية إلّا ثانية بيعمل لي الصورة المصغّرة. خلصنا من الصورة المصغّرة هابقى أعمل لكم فيديو عليها. هنخش على الوصف. الوصف بتاعنا يا جماعة أو العنوان بتاعنا الأول فوق بيبقى في 1 و2. العنوان، العنوان، العنوان. العنوان أنت بتكتبه لازمًا يكون فيه بحث. بحث إزاي يا جماعة؟ طبعًا أنت بتخش على Google Gemini بتقول له أنا عايز أتكلم عن 4000 ساعة، فادّيني عنوان يكون عليه SEO عالي. عنوان يكون عليه SEO عالي، فبيدّيهوني. بعد ما بيدّيني عنوان وبانزّله فباقول له عايز وصف للعنوان دوّة دقيق جدًا، فبيدّيني الوصف بتاعي، فباحط الوصف بتاعي. بعد كده رابع حاجة، أنت بتعمل كلمات مفتاحية، فبتقول له أنا عايز كلمات مفتاحية للفيديو، فبيدّيك الكلمات المفتاحية للفيديو. بعد ما باخلّص الكلمات المفتاحية للفيديو بتخش تقول له أنا عايز 3 أو 4 هاشتاجات، فبيدّيك 3 أو 4 هاشتاجات. طبعًا أنت تكون منظّم قناتك، في عندك حاجة اسمها قوائم التشغيل. قوائم التشغيل دي يعني أنت بتحط فيها الفيديوهات اللي هي واقعة عندك في القناة، وبعدين بتحط بعد كده أول فيديو في قوائم التشغيل، بعد كده بتحط بعد 2، 3، 4 فيديوهات على نفس الموضوع اللي أنت بتتكلم عليه. يعني دلوقتي عامل 6، 7 فيديوهات على الصورة المصغّرة باحطهم كلّهم في قائمة التشغيل. عامل 6، 7 فيديوهات على ال1000 مشترك باحطهم برضه في نفس قائمة التشغيل، وباحط أقل فيديو. وعندك حاجة كمان اللي هي شاشة النهاية. شاشة النهاية ديّة يعني لمّا ييجي الفيديو عندك بيخلص بيظهر لك في آخر 10 أو 15 ثانية فيديو تاني باكون أنا حاططها في شاشة النهاية. طبعًا يا جماعة لازمًا لو عرفت تعمل قوائم التشغيل والمنشورات وضبطت الوصف بتاعك، ضبطت الكلمات المفتاحية، ضبطت إيه تاني، الهاشتاجات. لو ضبطت ال6 حاجات دول أقسم بالله قناتك هتبقى في حتة تانية خالص. أنا لسه بادئ على القناة ديّة مع إني معايا قناة فيها زي ما قُلت لكم من شوية 88,000 مشترك. بس المشكلة عندي إن القناة دي مشاهداتها كتير وكل حاجة كتير، بس ما كانتش فيديوهاتي، اللي هو كنت باجيب فيديو من هنا على من هنا على من هنا. لمّا جيت بعتّ لليوتيوب محتوى معاد الاستخدام على طول، فالقناة ما لقيتش أعمل إيه، قُمت عامل قناة جديدة وقُلت أبدأ من أول وجديد مع شوية خبرة. دخلت على علامة استفهام فهمت منّه شوية، دخلت على رؤية للمعلومات، دخلت على متوحّد فكرة، دخلت على محمد علاء أخويا وحبيب قلبي. فهمت منهم وفهمت الدنيا بتتكلّم عن إيه، وفهمت الصورة المصغّرة بتتعمل إزاي والوصف. بعد كده
أنا بارفع الفيديو، بعد ما بارفع الفيديو أنا باقعد بالضبط من ساعتين ل3 أسيب الفيديو غير مُدرج، علشان اليوتيوب يعرف أنا باتكلم عن إيه على الفيديو. وتاني حاجة بيوجّهه للناس الصح، اشتغل صح هتلاقي نَفْسك الفيديوهات بتاعتك ضربت، في فيديو جاب لك 50، 60 مشاهدة، بُكرة والّا بعده بيبقى عليه لو أنت كاتب الكلمات المفتاحية صح وكل حاجة، بتلاقيه زاد ما بيوقفش، بيعدّي ال1000 مشاهدة. وفي ناس طبّقت الخطوات دي، قنواتها دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني معديين، كانوا بادئين معايا بس إيه، أنا كنت في وادي هُم كانوا في وادي تاني. تمام، اعمل الخطوات دي كلّها وما تنساش تعمل الاشتراك، وعندك فيديو هنا للصورة مصغّرة لو عايز تعمله، بس دوّة من على مش ChatGPT، ده من على برنامج Canva زي ما كنت باعمل زمان. ده الفيديو ده خُش اتفرّج عليه وافهم من الأول، بعد كده هاعمل لك فيديو تاني تنزّله من على ChatGPT. شكرًا جدًا.